اليوم هو 1 نوفمبر 2025. كل كاميرات العالم، كل شاشات التلفزيون، كل العيون متوجهة لنقطة واحدة بس على الكوكب ده. النهاردة إحنا مع بعض هنعيش لحظة من اللي التاريخ مش بينساها. مساء الخير من هنا، من المكان الوحيد على الأرض اللي لسه واقف فيه شاهد على عجائب الدنيا السبعة القديمة. الليلة دي بالذات في مشهد رمزي عظيم بيحصل. الحفيد جاي يقف جنب جده، عجوبة العصر الحديث بتقف بكل شموخ جنب عجوبة العالم القديم الوحيدة اللي لسه باقية. ده مش مجرد مبنى جديد بيتفتح، لأ، دي رسالة بتكمل حكاية بدأت من آلاف السنين. الليلة دي العالم كله على موعد هيتحفر في ذاكرة الأجيال. يوم 1 نوفمبر 2025، صفحة جديدة بتتكتب في كتاب الزمن. بيقولوا كده إن في أيام معينة في التاريخ بتبقى أيام مجد، أيام ما بتتكررش كتير، زي مثلا يوم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أو يوم تعامد الشمس على وش رمسيس، والنهاردة هو واحد من الأيام دي. طيب إزاي الصرح ده اتوجد؟ إزاي اتبنى اللي ناس كتير دلوقتي بتسميه الهرم الرابع؟ الحكاية هنا مش حكاية حجارة وبس، دي حكاية علم وهندسة وصبر طويل. القصة دي ابتدت من أكتر من 20 سنة. متخيلين؟ عقدين من الزمن والحلم ده بيتبني على نار هادية، يوم ورا يوم، طوبة فوق طوبة، عشان في الآخر يتحقق ويظهر للنور في الليلة دي. اللي بنى الصرح ده مش مجرد شركة أو اتنين، لأ، ده مجهود أكتر من 100,000 إيد مصرية، مهندسين وعمال ومرممين وعلماء آثار، جيش كامل من المبدعين شاركوه في المشروع القومي ده. واللي بيميز المبنى ده فعلا هو عبقرية التصميم. دي أكبر واجهة لمتحف في العالم كله. والجدار اللي شايفينه ده اللي اسمه حائط الزمن ده معمول من حجر الألبستر الشفاف، نفس الحجر اللي قدماء المصريين كانوا بيقدسوه. التصميم ده بيسمح لنور الشمس الذهبي إنه يدخل وينور المكان، وفي نفس الوقت بيحمي كنوزنا الغالية من حرارة الشمس القاسية. وجود المتحف على بعد 2 كيلومتر بس من الأهرامات ما كانش صدفة أبداً. دي رسالة رمزية قوية جداً عن استمرارية الإبداع. الرسالة بتقول إن الإيد اللي بنت أعجوبة العالم القديم هي نفس الإيد اللي بتبني أعظم صرح ثقافي في القرن 21. كفاية كلام عن عظمة البنا من بره، لأن الرحلة الحقيقية بتبدأ أول ما نعدي العتبة دي. جوه استقبال ملوك. يا ترى مين اللي هيكون في استقبال الزوار عشان يرحب بيهم في بيت التاريخ الجديد ده؟ الملك رمسيس الثاني، التمثال العملاق واقف في قلب البهو العظيم، شامخ كأنه هو بنفسه صاحب البيت اللي بيستقبل ضيوفه. والنور السماوي اللي نازل عليه بيقول للكل: هنا مملكة الملوك. ومن هنا بتبدأ رحلة الصعود على الدرج العظيم. تخيلوا معايا كده، الدرج ده مش مجرد سلم، ده آلة زمن. مع كل درجة بتطلعوها انتوا بترجعوا بالزمن لورا قرون وقرون. وعلى جوانب الرحلة بيرافقكم موكب مهيب من 87 تمثال لملوك وآلهة مصر، كأنهم حرس شرف بيوصلوكم للكنز الأعظم اللي مستني في نهاية الطريق. والآن اللحظة اللي العالم كله كان مستنيها، لأول مرة في التاريخ والآخر مرة الكنز هيكتمل. الصوت ده سامعينه؟ زي دقات القلب اللي بتعلى وبتزيد مع كل ثانية بتعدي. كلنا حابسين أنفسنا ومستنيين اللحظة دي. 5398 قطعة. لأول مرة على الإطلاق كل كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة في مكان واحد. الرقم ده مش مجرد رقم، ده بيمثل اكتمال حكاية فضلت ناقصة لمدة قرن كامل. أهلا بيكم في العالم الذهبي للملك توت. مش بنتكلم عن القناع بس، لأ، احنا بنتكلم عن التوابيت الذهبية والعروش والعجلات الحربية والمجوهرات. كل قطعة، كل تفصيلة، كل حاجة كان بيستخدمها الملك رجعت مكانها عشان أخيراً تحكي قصته كاملة. الجملة دي بتلخص كل حاجة. اللي العالم شافه متفرق في متاحف الدنيا، مصر النهاردة جمعته ولمت شمله في بيته الأصلي. لكن الحكاية مش بتخلص هنا، بالعكس، الليلة دي هي بداية جديدة، هي نور بيبص للمستقبل، ونبض التاريخ لسه مستمر. وفي المشهد الأخير بيخرج شعاع ليزر ذهبي من قلب المتحف عشان يوصل لقمة الهرم الأكبر. خط من نور بيربط بين الماضي والحاضر، وكأنه بيقول إن المجد ده مكمل. النهاردة مصر ما بتقولش للعالم تعالوا شوفوا تاريخي، لأ، الرسالة أكبر. مصر بتقول للعالم تعالوا شوفوا أنا إزاي بحافظ على تاريخ الإنسانية كله. الصرح ده هو هدية من أجدادنا العظام، وإحنا بنقدمها بكل فخر لأحفادنا والأجيال اللي جاية. هو رد جميل للماضي ووصية بنحافظ عليها للمستقبل. مصر، نبض التاريخ وضمير المستقبل.